شلون تم اكتشاف موقع بيت الرسول؟ فصارت الإزالات، احنا عارفين الموقع، فظهر محراب قديم جدا أثناء عمليات الحفر. فجيت أنا للموقع بختصرها بسرعة جدا، فحددنا الموقع وتأكدنا منه وحاطناه بسور حديدي أو خشبية يعني حوله، وبدأ العمل في كل اتجاه، وحاولنا إحنا بأسرع ما يمكن ننقب بإشرافي أنا، واشتغلنا فعلا مدة حوالي يمكن 40 يوم ننقب خطوة خطوة، إلى أن فعلا مستخدمين الخرائط القديمة ومستخدمين بعض الناس اللي هم كانوا درسوا في هذا المكان من أهل مكة وعارفينه تأكيدا. فبالوصف والشرح والتنقيب يعني السريع، بس المفروض يكون أقل من كده سرعة، ابتدينا نكتشف أماكن زي مثلا وجدنا إنه الشيخ القطان لما بنى رحمة الله عليه بنى ما بين المباني أو الحوائط القديمة، فلما نزلنا الحوائط الجديدة اللي بنى عليها الدور اللي أضافه، وجدنا أيضا أن هناك الفراغات موجودة. مثلا أول واحد ما ينزل حسب حتى الوسط التاريخي على يد اليسار هناك المقعد اللي نسميه المقعد أو دار الضيافة، كان يستقبل فيه صلى الله عليه وسلم ضيوفه، ثم يمر على مكان موزع، الموزع ده يؤدي إلى 3 غرف رئيسية، غرفة للرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة، غرفة لأولاد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها موقع ولادة السيدة فاطمة واضح وكتب عنه في التاريخ، وموقع آخر مكان تعبده صلى الله عليه وسلم وهبط الوحي فيه. هذه كلها كانت واضحة في المخططات. أنا طبعا بعد كده رسمنا وحددنا وكل شيء، ما اكتفيت، فابتديت أنزل تدريجيا، وهذا أمر يعني يعتبر في علم الآثار ما يصير بالسرعة هذه، لكن اضطريت إلى الاستعجال ونزلت. ليش كنت مستعجل؟ الدركتورات في كل ما يحيط به كانت الدركتورات شغالة. ما حد من السلطات لما بين الأثر قال أوكي هذا مكان مهم، هذا مكان تاريخي، هذا أثر؟ أنا وضحت وبديت وكتبت فيه تقرير وسلمته لمن له الشأن في هذا الأمر، لكن يعني كان الخوف من الآخرين لهم السلطة الدينية إنه المكان ده سيستخدم البدع والشرك ويصدر فتنة وكذا، حتى كانوا يرغبوا في إزالته. إزالته بمعنى تدمير الموقع بالكامل إزالته. ولكن اللي سويته اللي علي أنا سويته، رفعت المكان، درسته، تدرجت فيه إلى أن وجدت فعلا أن المبنى من العصر العباسي واضح، الطبقة العباسية. نزلت أكثر وجدت أنها تتعدى وتصل إلى مباني بدائية ما تقل عن 1400 سنة، وأرجو أن يكون المكان ما زال موجود. شو هو وضع الحال المكان؟ هو بعد 40 يوم بعد ما كشفته والصور صورت الموقع، أنا سويت اللي هو لا ممكن أسويه، يعني حطيت فيه رمل بحيث أنه لا يؤدي إلى تفكك المكان. هذه حسب بعض المعلومات اللي نعرفها عن علم الآثار. فاللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده طبعا المساحة كانت مطلوبة للمصلين، مسطحات، ومطلوبة لبعض الخدمات العامة. فالمبنى أو موقعه الآن أقدر أحدده بالضبط إذا سمح لي بالأجهزة والمعدات، لكن الأغلب أنه في عند مبنى عام لاستخدام خدمات عامة وحمام عام. صعب إني أقول هذا بس للأسف نعم. وده يعني ما أدري، يعني يحس نفسي كثير ويلمني كثير بالإضافة للأشياء الأخرى. بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحراب صلاته ومكان هبوط الوحي، وبيت أم المؤمنين خديجة عليها السلام، والمكان الذي ولدت فيه فاطمة الزهراء عليها السلام، يبنى فوقه ظلما مرافق صحية بالقرب من بناء ماسوني في قلب مكة المكرمة. فمن يقودنا يا ترى؟ وإلى أين تتجه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟